دي شوية أسرار وأفكار هتوفر عليكي وقت ومجهود وفلوس كتير قوي، وهيساعدني فيها صديقة مطبخي الجديدة زبدة طفرة، اللي حرفيا عملت طفرة من خلال تحقيق المعادلة الصعبة بين السعر في مقابل الجودة، واللي جددت ثقتي تاني في شراء الزبدة أونلاين. ما أنا لو ما كانتش الزبدة عجبتني كنت قدرت أرجعها في خلال 6 أيام من استلامها. عايزين تعرفوا إزاي؟ شوفوا حواري آخر الفيديو مع صاحب المصنع عشان أطمنكم على صحتكم وفلوسكم زي ما أنا أطمن. ليه تشتري كريمة طهي بمبلغ قد كده لما ممكن في حلة تحطي كوباية حليب كامل الدسم مع معلقة دقيق ومعلقتين من الزبدة، قطعة جبنة كريمي إن وجدت. لو بتستعملي زبدة طبيعي زي صاحبتي الجديدة دي ما تكلفيش نفسك خالص بتمنها. رفعي المكونات على النار مع التقليب السريع المستمر وهتتفاجئي بكريمة طهي بقوام وطعم لا يقارن، ولا الحوجة للفتفوتة اللي بنشتريها بفلوس كتير قوي دي من بره. ليه تغلبي نفسك في تقشير بصل وتوابل مع كل فرخة بتتبليها لما ممكن تعملي كمية من الزبدة المنكهة بالأعشاب وتخليها عندك في التلاجة وتحشي بيها ما بين جلد الفراخ واللحم وتسويها بقى في الاير فراير أو في الكيس الحراري أو حتى على الإزاز، فتاخدي لحم مستوي ومليان عصارة ويجنن زي اللي كنتي بتاكليه في أفخر المطاعم، وبتبقي هتتجنني وتعرفي يعملوها ازاي. دي ابتدي بالفراخ بالليمون والثوم والزعتر، بعد ما نملح الزبدة بنضيف لها ليمون باودر، وده ليمون لومي أو عماني مطحون، وهو ده سر توليفة الفراخ بالليمون والزعتر القوية، مش عصير الليمون خالص. وبعدين بضيف توم باودر وشوية زعتر أو روزماري على حسب ما بحب. بهرس الجمال ده كله مع بعضه وبشكله في قوالب على قد استخدامي في الطبخ وعلى التلاجة أو الفريزر. عشاق الطعم المدخن بقى يجمعوا هنا. هننكه الزبدة ببابريكا مدخنة وبودرة ديمي جلاس وبصل مجفف أو بصل باودر، ويمكن إضافة فلفل مجفف أو طماطم مجففة كمان إن وجدت، ونهرس ونعبي في القوالب برضه وعلى التلاجة. طب ليه تروحي تشتري قالب لحفظ الزبدة وهو بقى برقم كبير قوي دلوقتي، لما ممكن تجيبي غطا علبة وتحطي عليه قالب الزبدة وتغطي بالعلبة ذات نفسها، وبقى عندنا أشيك قالب زبدة من غير ما ندفع ولا مليم. وليه تحطي القالب بلوك كده على بعضه لما تقدري تقطعي ورق زبدة مربعات وتتنيها كده وتدخلي فيها السكينة وتقطعي الزبدة بتاعتك بيها عشان تعمل فواصل بالشكل ده، ونبقى ناخد بقى على قد الطبخة وما نضطرش نغسل السكينة بعد كل مرة. وممكن كمان تلفي كل قطعة زبدة بالورق وترصيها بشكل منظم في العلبة بالشكل ده. طب ليه تشتري لولادك نوتيلا وسكر بالهبل لما ممكن تجيبي شوية تمر متحمرين في حتة سمنة بلدي مع شوية سمسم محمص وأي نوع مكسرات عندك وشوية كاكاو ونضربهم في الخلاط مع شوية حليب أو زبدة، وبقى عندك أحلى شوكولاتة سبريد تدي باور للولاد ومن غير نقطة سكر. تعالوا بقى أخدكم معايا في الحوار اللي دار بيني وبين صاحب المصنع واللي من خلاله قدرت أقتنع بزبدة طفرة كمنتج صحي بالرغم من تواضع سعره. دكتور محمد، ممكن أفهم إزاي الزبدة بتاعتكم حيواني الدسم وطبيعية وبالرغم من كده سعرها قريب جدا من البراندات المعروفة واللي بتكون نباتي الدسم؟ في البداية أنا برحب بحضرتك يا شيف شيماء، ومبسوطين جدا جدا بالتجربة مع حضرتك، وحابب أوضح لحضرتك إن ده بيحصل لأننا بنعمل كل الخطوات بنفسنا ومن مصنعنا بدون تدخل أي تاجر أو أي وسيط، من أول تجميع الحليب من المزارع المتواجدين معاها مرورا ببسطة الحليب وفرزه وصولا لتصنيعه، فما بنزودش على العميل أي مصاريف شحن لأننا بكل بساطة ما بنصرفهاش. طب إزاي ست البيت العادية خالص تقدر تكتشف الفرق بين الزبدة الطبيعية والزبدة المخلوطة أو المغشوشة؟ ده عن طريق اختبارات بسيطة جدا تقدر ست البيت تتأكد بنفسها. هنجيب قطعة زبدة من الزبدة ضفرة ونحطها في كوب من المية دافية، يكون دفى خفيف. لو دابت بسرعة والمية اتعكرت بالشكل ده تبقى زبدة حيواني الدسم. أما لو ما دابتش والمية احتفظت بخواصها فده معناه إن هي نباتية أو خليط، خصوصا لو فضلت متصلبة زي ما هي، فده معناه إن هي نباتية أو خليط. كمان الزبدة الطبيعية بتدوب وبتختفي في درجة حرارة الجسم الطبيعية، بالتالي في البق. أما المصنعة فبيصعب جدا ذوبها. ايه اللي يضمني ان الزبدة بعد ما توصلني الاقيها بنفس الجودة اللي بتتكلموا عنها؟ احنا عاملين سياسة استرجاع او استبدال المنتج في خلال 6 ايام من تاريخ استلامه، وده ضمانا لحق العميل المرتجع، حق اصيل للعميل. اللي يهمنا في المقام الاول رضاه عن منتجاتنا علشان نكون رقم واحد دايما في اختياراته،
وده اللي بنطمح فيه وده اللي شغالين علشان. اعتقد بقى يا جماعة مفيش حد هيعمل سياسة استرجاع المنتج دي الا حد واثق جدا من جودة منتجه. وعلى فكرة اي استفسار عايزينه تقدروا تعرفوه من خلال صفحتهم الرسمية او الجروب الرسمي او الويب سايت الخاص بالشركة، واللي هسيبه لكم في الكومنتات. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك المخبوزات والقهوة والبيوت القديمة الدافئة التي تخرج منها رائحة السكينة جميعها طمأنينة من نوع آخر. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم النهاردة عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.